ان انا لما يكون عندي مهمة كبيرة وصعبة ومش قادرة عليها، احاول ان انا اقسمها لمهام صغيرة ويبقى عندي اهداف واضحة علشان ما يجيش ليا احباط. انا هدفي كله ان انا يكون عندي بيت رايق، سبت غسيل فاضي، حوض مواعين مغسول ونضيف، والمواعين مغسولة. اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هرد على تعليق. انا بحب دايما ارد على تعليقاتكم، ولو في يعني بعض التعليقات ما بردش عليها والله بيبقى غصب عني، بيبقى مثلا الفيديو عملته بقاله فترة فببدأ ان انا ارد على تعليقات الفيديو الجديد بقى اللي انا لسه منزلاه جديد. المهم ان التعليق ده كان مش عارفة على الفيديو اللي فات او اللي قبله. انا قلت هطلع بفيديو ليه بقى؟ لان التعليق ده دايما بيتكرر، دايما الاقي يعني شبه التعليق ده كتير. والحقيقة اصلا ان التعليق ده يعني ده ظرف بيحصل لنا كلنا وانا واحدة منكم. في التعليق كان بيقول انه انا تعبانة، وبقالي فترة تعبانة والبيت كله بقى عبارة عن فوضى ومش عارفة ابتدي منين ومش عارفة اعمل ايه، وانا تعبانة ومش قادرة انضف، فاعمل ايه؟ بصوا، بما ان انا اتحطيت في الموقف ده يعني من فترة واتحطيت فيه كتير الصراحة يعني، فهقول لكم كده من تجربتي او اخر مرة اللي انا فاكراها يعني انا عملت ايه. لو انتي تعبانة ومش قادرة تشتغلي في البيت والبيت كله بقى فوضى، يعني مقلوب كده من فوق لتحت، ومش عارفة تعملي ايه ومش قادرة، وحتى مش هتقدري ان انتي تجيبي حد يساعدك في البيت. لو هتقدري ان انتي تجيبي حد يساعدك في البيت مفيش مشكلة، هتلم البيت في يوم يومين وهتلاقي الدنيا زي الفل. طيب لو انا بقى اللي هعمل كل حاجة بنفسي وانا تعبانة ومش قادرة اعمل ايه، طب اعمل ايه بقى؟ ابتدي منين؟ هقول لكم على التجربة اللي عملتها اخر مرة، وبصراحة دي يعني انا ارتحت جدا لما عملت كده. مشيت بترتيب، هو الترتيب بس هو اللي بيبقى كويس، هو اللي بيفرق في ان انتي بتعملي الحاجات المهمة جدا الاول. وانتي بقى حرة، يعني انتي عايزة مثلا تعملي حاجة واحدة في اليوم، عايزة تعملي حاجتين، قادرة تعملي 3 حاجات في اليوم، انتي براحتك. قادرة تلمي البيت في 3 ايام، في يومين، في يوم واحد، انتي براحتك. اول حاجة انضف الحمام واشغل الغسالة بتاعتي وندخل على البيت. اول حاجة عملتها بالنسبة للبيت كله، طبعا البيت حاجة والمطبخ حاجة، فخلينا في البيت. اول حاجة عملتها وهي السراير. رتبت السراير وطبعا غيرت الملايات، شلت الملايات وغيرتها ونضفت السرير ونفضته، كله تمام. ورحت جايه بقى ايه، خلاص السراير ظبطت. لان انتي بصي، انتي البيت كله ممكن يبقى مكركب كده ومقلوب فوق بعضه، بس مش هتقدري ان انتي تنامي في مكان اكيد يعني مش نظيف. فغيرت ملايات السراير وظبطت السرير يعني. ده بالنسبة للسراير، دي اول حاجة تتعمل في الشقة. طيب تاني حاجة بقى نعملها ايه؟ هندخل على المطبخ. المواعين والحوض، انا بالنسبة لي حوض المواعين بعمله قبل المواعين، لان طبعا الفترة اللي انت بتكوني تعبانة فيها هتلاقي الحوض يعني ايه لونه اتغير بقى، مش نظيف، الكلام ده كله. فحاولي ان انت ايه تعملي حوض المواعين الاول، علشان انا نفسيا يعني انا بعمل الحاجات دي، انا بقولكم على تجربتي انا، فكل واحد يمشي على حسب اللي هو عايزه. بس انا تجربتي انا نفسيا ما بعرفش اغسل مواعين والحوض مش يعني قدامي مش نظيف. فبشوف ناس بتعمل كده بس انا ما بعرفش الصراحه، يعني بشوف ناس لما بتغسل مواعين وفي فيديوهات كتير بيغسلوا الحوض في الاخر، فانا لازم اغسله في الاول مره وفي الاخر مره. خاصه لو انا مثلا لو الحوض بقاله كام يوم ما اتنضفش او كده، فبغسله غسله حلوه وبعدين ابدا بقى اغسل المواعين. في بقى حاجه مهمه هنا، يعني حاجه كده انا اتعلمتها مع الوقت، ان انا لو هنضف بالليل غير لو هنضف الصبح. يعني انا دلوقتي لو هبتدي شغل الصبح، ابدا كده يومي الصبح في تنظيف، خلاص انا نايمه من بالليل، قررت كده ان انا هصحى الصبح اعمل شويه نشاط كده وابتدي افوق وابتدي ان انا ايه انضف البيت بتاعي. لما اصحى الصبح انضف غير لما اكون بنضف بالليل. يعني لو طاقه النشاط دي كده والحماس جات لي بالليل كده ممكن اغسل المواعين، اما لو جات لي الصبح هنضف الصبح ما ينفعش ابتدي بمواعين. ليه بقى؟ لان المواعين دي بتاخد الطاقة من الواحد، لو ابتديتي بيها في بداية اليوم كده تحسي ان انتي يعني تعبتي وخلصت طاقتك وانتي لسه ما عملتيش حاجة في خلال اليوم، فما بحبش ابتدي بيها بصراحة في خلال اليوم.
لو هنضف بالليل مثلا او جالي الحماس ده بالليل كده وقلت انا عايزه اعمل شويه نشاط في البيت كده، ممكن اغسل مواعين عادي جدا. هغسل المواعين واحنا في اخر اليوم يعني خلاص هنام وهرتاح، ولو انا تعبت من المواعين خلاص انا هنام وارتاح، فهصحى الصبح في كامل نشاطي تاني، مفيش اي مشكله ولا كأن حاجه حصلت، وهبتدي يومي عادي وانضف البيت والدنيا تمام. فعرفنا بقى الفرق اللي هو ده، الفرق اللي انا حسيته ان انا مع الوقت لا، المواعين بالليل، ترويق الشقة الصبح. مش قصدي المواعين بالليل يعني الساعة 12 او كده، لا قصدي يعني اللي هو اخر اليوم، المغرب بعد الغداء. اول حاجة قلناها هنعملها ايه؟ ترتيب السراير. خلينا نمشي لو احنا تعبانين وهنعمل حاجة واحدة في اليوم، فانا اول يوم هرتب السراير بتاعتي تمام، مش هتاخد مني وقت خالص ولا مجهود، وهعمل بس المواعين والحوض، ودول ان شاء الله مش هياخدوا مني برضو لا مجهود ولا وقت ولا اي حاجة، بالاضافة للحاجات البسيطة اللي انا بعملها في خلال اليوم. انا مثلا عملت اكل، كنست الشقة، بس ما تعمقتش في الترتيب ولا الترويق لاني تعبانة ومش قادرة. طيب نيجي بقى لتاني يوم، هنعمل ايه؟ تاني يوم نبتدي بقى ان احنا نرجع كل حاجة مكانها في الشقة. هبتدي امسك يعني افضل ان انا امسك الصالة الاول، مش الغرف يعني. في ناس مثلا تحب ان هي تبدأ بالغرف الاول، واحيانا انا بعمل كده برضو، ببدأ بالغرف الاول، بس شوفي ايه اللي انتي مرتاحة ان انتي تبدأي فيه يعني الاول. فانا افضل الصلاة، لانه طبعا لو ضيف جالك يعني انتي مش هتبقي مرتاحة ولا مبسوطة لو ضيف جالك والصلاة بتاعتك مش نظيفة تمام. فابتدي بالصلاة الاول، رتبي، بس رتبي رجعي كل حاجة مكانها. مش بنقول بقى هنشيل ستاير وسجاد والكلام ده، لا، رتبي بس، رجعي كل حاجة مكانها، وخلي البيت رايق، وكنسي زي ما بتكنسي كل يوم. تمام كده؟ تمام. نيجي ندخل على الاوض، برضو نفس النظام، بنرتب ونرجع كل حاجة مكانها. على فكرة بمجرد ان انتي بس ترتبي وترجعي كل حاجة مكانها وتروقي الدنيا كده. وفي حاجة انا عملتها في التجربة اللي انا كنت بقولها لكم دي، ان انا كان عندي في خلال الفترة اللي بقى فيها فوضى، ان انا بقى عندي اماكن كتير فيها كركبة. اماكن كتير بقى فيه، هنا مثلا في الركن ده ما بين الدولاب والحيطة بقى فيه حاجات، وبقى هنا فيه حاجات، وفي رف كده في الدولاب، في ضرفة كده حاطة فيها حاجات، بقى اللي هو انتي في فترة كده كنتي ما بتروقيش بضمير، فبتحاولي ان انتي تخبي حاجات كده في الدولاب. فبدأت ان انا كل يوم، بالاضافه للحاجات اللي انا بعملها كل يوم، باخد ركن كده، بروح على ركن كده، ابتدي ان انا ايه، اظبطه واشوف الحاجه دي هتروح فين. وفي حاجه عايزه اقول لكم عليها برضو فرقت معايا قوي. كان في عندي ركن فيه سجاد ملفوف ومحطوط وحاجات كتير محطوطة فوق بعضها، والحاجات دي هي مش كراكيب، هي حاجات انا محتاجاها، بس السجاد ما كنتش هفرشه في الوقت ده، وكان اتطرب من ركنته. وكان عندي شوية حاجات كده محطوطين فوق بعض انا محتاجاهم، هي مش كراكيب، بس هي عاملة كركبة وعاملة ركن كده مكركب. فلما يكون عندي كركبة زي كده وانا بروق، بشيل الكركبة دي كلها اللي انا فعلا محتاجاها وهي حاجات انا محتاجاها بس ركناها لفترة مؤقتة، يعني بشيلها، ارتبها وارصها من اول وجديد، وانضف مكانها، وابتدي ان انا ارصها من اول وجديد. بتفرق، بتحسي ان انتي يعني المكان، تحسي ان هي بقى مش كراكيب، تحسي ان هو فعلا سجاد مركون، تحسي ان هي فعلا حاجة مركونة، دي مش كراكيب. خلاص نضفتي التراب من عليها، نضفتي تحتيها. السجاد مثلا كان محطوط بالطول كده، انا وقفته جنب الحيطة فبقى خد مساحة اقل. فاللي هو كده، اللي هو كل يوم بقيت اخد ركن مكركب. آم، عايزه اقول لكم طبعا اهم واكتر حاجه بتعمل كركبه في البيت هي الغسيل. فلما اجي ابتدي في الترويق، مهم جدا ان انا عملت خطه ان انا هروق البيت، فالغساله بتاعتي شغاله كل يوم. ابتدي ان انا كل يوم اعمل دورين اتنين، بس كنت بعمل كده، كنت بعمل دورين اتنين بس كل يوم. قدرت اعمل التالت مفيش مشكله. يعني ادام الحمد لله، يعني ربنا اداني الصحه وعافاني وقادره ان انا اعمل، خلاص تمام. بعد كده
طبعا بلم كل الغسيل من الشقة. بصوا، اي بيت فيه فوضى واي بيت مكركب لازم تلاقي نص الكركبة دي في الغسيل. غسيل ومواعين دول طبعا الحاجتين اللي احنا عارفين ان هما كده ايه بيتكاثروا. فالمهم الغسيل عندنا، انا ببص هنا لان الغسيل قدامي متطبق، لسه متطبقاه، فالغسيل ده قصة لا تنتهي هي والمواعين يعني. فالغسيل بالذات دورة كده بتلف، اللي هو ايه، غسيل هتبص تلاقي عندك غسيل عايز يتغسل، وغسيل ممكن تلاقيه بقى دام البيت فوضى يبقى هتلاقي غسيل في الاوض، على السراير، على كرسي مركون، هتلاقيه مثلا في الصالة لو انت ولادك بقى بيقلعوا هدوم في الصالة وكده، هتلاقي هتلاقي طبعا الباسكت مليان. فالمهم انت طبعا هتلمي كل ده، والغسيل مش نظيف هتحطي في الباسكت، وطبعا الغسالة بتاعتك شغالة، والملايات طبعا انت غيرتيها فتحتاج تتغسل. فانا بقول لكم الترتيب ده ليه ما نبدأش ان احنا مثلا نشيل سجاد وننزل ستاير والكلام ده، لانه انا لازم ارتب البيت الاول ويبقى هادي ويبقى كل حاجة في مكانها، وبعدين ابدأ ان انا اعمل ده، وبعدين ابدأ ان انا بقى اشيل السجاد وابدأ بقى انزل الستاير وابدأ كده. لكن لو انا ابتديت بالحاجات الكبيرة دي الاول وسبت الكركبة اللي انا فيها، انا بشوف كتير يقولوا ايه احنا بدأنا في الشقة ومش عارفين نلمها. ما هو علشان كده، ما لازم في حاجات تخلص الأول، في حاجات أساسية لو أنا عملتها أنا أحس إن البيت أصلا خلاص بقى نظيف. دي الحاجات اللي احنا أصلا المفروض نعملها كل يوم، اللي هو الغسيل والمواعين والترتيب العادي، ونرجع كل حاجة مكانها. فنبدأ إن احنا نخلص الحاجات دي كلها. روقنا السراير بتاعتنا ورتبناها وغيرنا ملايات السراير، غسلنا المواعين بتاعتنا وغسلنا حوض المطبخ، ده اهم حاجة. شغلنا الغسالة بتاعتنا وغسلنا الغسيل بتاعنا كل يوم دورتين. طبقنا اي غسيل على الحبل لميناه وطبقناه ودخلناه الدواليب. خلاص شقتنا مبقاش فيها كده اي كركبة، رجعنا كل حاجة مكانها. كنسنا الفرش عادي، الكنس بتاع كل يوم العادي جدا. خلاص كده احنا بيتنا بقى رايق. ببدأ بقى كل يوم كده، وانا طبعا انتي هيجيلك ايام مش هتعملي فيها يعني كل ده، هتعملي يوم وتاني يوم. يعني انا بتكلم برضو في حاجات عادية اللي هو تقدري تعمليها كل يوم، بس ممكن يجيلك يوم مثلا هتطبخي طبخة كبيرة مش تقدري انك تعملي حاجة. بعد كده لقيتي نفسك خلاص فوقتي من الحاجات دي، هتبدأي بقى ايه، في حاجات برضو هتبقى قدام عينينا عايزين نعملها. الحمام عندك مهم وضروري جدا لازم يتنظف. عندك البوتاجاز طبعا في المطبخ لازم يتعمل. المطبخ بقى ككل رخام وارضيات والحاجات دي، كل يوم بزود حاجة بزود حاجة لحد ما الاقي نفسي رايقة وعملت حاجات بسيطة ومجهود بسيط كل يوم، ولقيت في الاخر الدنيا بقت رايقة معايا. ابتدي بقى افكر لو انا عايزة بقى اعمل تنظيف عميق، اشيل بقى سجاد، انزل ستاير. ما ابتديش اعمل الخطوة دي خالص. ولا حتى يعني لو واحدة هتجيلي تنظف الحاجات دي ما جيبهاش والبيت برضو مكركب، لازم انا ارجع الحاجة مكانها، لان انا اللي عارفة حاجتي هتتحط فين. ملخص فيديو النهاردة ان انا لما يكون عندي مهمة كبيرة وصعبة ومش قادرة عليها، احاول ان انا اقسمها لمهام صغيرة ويبقى عندي اهداف واضحة علشان ما يجيش ليا احباط. انا هدفي كله ان انا يكون عندي بيت رايق، ويكون عندي سبت غسيل فاضي، يكون عندي حوض مواعين مغسول ونضيف، والمواعين مغسولة وبس، مش اكتر من كده. وبعد كده بقى نفسيا انا هبقى مستريحة وهقدر اعمل كل اللي انا عايزاه. النهاردة خلص الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تتفاعلوا كده مع الفيديو وتكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة، وقولوا لي بتعملوا ايه لما البيت يكون فوضى عندكم ومكركب ومش عارفين تلموا الدنيا. حاولوا ان انتوا تقولوا لي بتعملوا ايه بالظبط. وما تنسوش اللايك على الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.